راح لها محمد ابراهيم يلعب على القايم البعيد وخطيره جدا، وسليمان وجول صلاح سليمان والعرضيه، واول هدف لنادي الزمالك. احمد علي القناص والمرعب والقادم من نادي الاسماعيلي يعرض هدف جميل، وفرحه ميدو، فرحة ميدو طبعا لازم يفرح بالتكتيك الجماعي، واكيد حاجة متدرب عليها. اتلعبت على القايم البعيد، صلاح سليمان يلمسها ويدخلها منطقة 6 يارد، ويتابع المهاجم الخطير احمد علي، ويتقدم احمد علي لنادي الزمالك. هدف جميل من جملة تكتيكية منفذة بكل اتقان، وتعلن عن التقدم والاسبقية باللون. محمود سامنة اوبا يلعب بالنار، وممكن هنا التاني. احمد علي خلص، احمد علي خلص، احمد علي خلصها. قناص الهداف يعني ما احمد علي لسه بنقول بيفكروا في كرة التاني، واحمد علي يعزف اجمل الاغاني ويتقدم بالمنظومة البيضاء بهدف كرة الجون التاني. يا سلام يا محمود يا سامنة، حد يعمل كده؟ الراجل لعب بالنار واصطادها احمد علي، اصطادها الصياد احمد علي وحاططها وعارف هو حاططها فين، وتعلن عن الهدف الثاني الزملكاوي. هدف ثاني لنادي الزمالك عملها احمد علي وصبر على الكوره، وميس باص غريبه جدا من اللاعب محمود سامنة. الراجل بيعتذر، لكن غلطه المدافع ب1000 غلطه. يعني الراجل ده كوره، دي كوره عرضيه الراجل تطلع بيها النفاسه. حازم امام والعرضيه اتحطت في الناحيه العكسيه، وجول دومينيك. هو دومينيك، يعني نقول له ايه؟ نقول له اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دومينيك الاسمراني مع نادي الزمالك باللون الابيض. شكل تاني وهدف ثالث لنادي الزمالك. دومينيك دي سيلفا، واول اهدافه في هذا الموسم، واول اهدافه بالقميص الابيض مع القلعه البيضاء. شيء جميل، واصرار من احمد حسام ميدو، واصرار من الجهاز الفني ان هذا اللاعب دومينيك دي سيلفا هيكون مع نادي الزمالك اضافه، وادي اضافه هدف ثالث واضافه هدف لنفسه ولرصيده في اللعب او في الدوري المصري. برافو دومينيك دي سيلفا. اللمه هنا تفرق. عمر جابر والرابع، عمر جابر ممكن، عمر جابر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جابر. الله على المدرسه، الله على الفن والهندسه، الله عليك يا عمر يا جابر. مش ممكن لسه بنقول ايه ده ايه الزمالك وايه عمر جابر، وكنت غايب فين؟ الراجل غاب في الشوط الاول، وجاي لنا بكوره جميله 1 ضد 1. معدي عدي يا عم الحاج، عدي يا عمر يا جابر، يا لعيب يا حريف يا عمر يا جابر. قدر يتخطى حارس المرمى في لقطه من لقطات الدوري الاسباني، في لقطه من لقطات اللاعبين.